المطعاني خط الصعيد وجوازه من سما المصري. من هنيدي الصعيد لخط الصعيد، فنان مغمور بقى بيزنس مان من فلوس اليوتيوب. اتهموه بخطف الأطفال وغسيل الأموال. عريس سما المصري اللي استثمر في توبتها وحولها لحملة إعلانية. حكاية المطعاني وعلاقته بملوك غسيل الأموال. بدأ كهنيدي الصعيد كوميديان صعيدي اتشهر بفيديو خطف أطفال، عمل ثروة من اليوتيوب واستغل توبة رقاصة وحولها لإعلان عقارات بالملايين. المطعاني أشهر بيزنس مان على السوشيال ميديا في أقل من يومين. محمد المطعاني ابن إسنا الأقصر، اللي بدأ رحلته من فيديوهات كوميدية بسيطة بلهجته الصعيدية لحد ما بقى واحد من مشاهير السوشيال ميديا. لفت الأنظار من جديد، لكن المرة دي مش بفيديو تمثيلي ولا محتوى كوميدي، لكن بواقعة عملت ضجة على الفيسبوك بعد ما ظهر فجأة في مكتبة جنب الفنانة المعتزلة سما المصري في فيديو بيعرض عليها وظيفة في شركته العقارية وبراتب شهري 50,000 جنيه. وكان في تعليقات كتير قالت إن المطعاني اتجوز سما المصري، واللقطة انتشرت جدا وبدأت الناس تسأل هي إيه مؤهلات سما المصري علشان تاخد في الشهر 50,000 جنيه، ومين المطعاني وليه بيدفع لها المبلغ ده. وفي ناس هجمته وقالوا له بدل ما تدفع 50,000 لواحدة زي سما، في ناس في بلدك محتاجة اللقمة دي. وناس تانية خدت الموضوع بهزار، وواحد كتب له أنا من إسنا يا مطعاني، أنا كنت حرامي إلا مجاف وتوبت، شغلني عندك ب35,000. وغيرهم دخلوا يضحكوا ويقدموا نفسهم كتوابين طالبين شغل معاه. المطعاني في اللحظة دي بان بشخصيتين في وقت واحد، الكوميديان اللي الناس متعودة تشوفه بيهزر وبيستظرف، والشخص اللي بيحاول يبان إنه صاحب مبادرة حقيقية بيمنح فرص وبيستقبل التائبين. وطبعا الفيديو معداش عادي وتحول لحدث وخلى اسم المطعاني يتصدر الترند. ولكن اسم سما المصري ما كانش جدعنة من المطعاني ولا عرض جواز، ده كان حملة إعلانات لشركته الجديدة واللي أعلن عنها على قناة الشمس في نفس توقيت عرضه لسما المصري. وكل اللي شفناه كان مجرد خطة تسويق عقاري ناجحة جدا، وال50,000 جنيه ما كانوش هدية التوبة، دول كانوا تمن الدعاية للشركة واللي استغلها المطعاني في توقيت صح، وهو توقيت تصدر سما للترند بلبسها للحجاب واعتزالها الرأس. وفي أقل من أسبوع من إعلان توبتها وطلبها من الناس تشوف لها شغلة شريفة تاكل منها عيش حلال، وهنا ظهر المطعاني وأكل الترند واداها 50,000 تجيب بيهم الدقة ولوازمها. وظهرت سما مع المطعاني في أكتر من فيديو تسويقي لوحدات عقارية تابعة لشركته، واللي بيستهدف بيها عملاء من صفوة المجتمع، لأن أقل سعر واحدة عنده معدي 100 مليون. وخلى سما تعلن عن تعاقداته الجديدة على وحدات بسعر عليه عرض تخفيض 20 مليون جنيه عن السعر الأصلي. والحقيقة إن المطعاني ضرب عصفورين بحجر واحد، من ناحية روج لنفسه كراجل مصلح وبتاع ربنا وبيساعد الناس التايبة، لدرجة إن في ناس كتير في التعليقات بقت تقر بذنوبها ويقولوا له كنا حرامية وطبنا، شوف لنا شغلانة حلال والنبي. ومن ناحية تانية قدر يروج لمنتج جديد بحملة دعائية كبيرة وبتكلفة أقل بكتير من تكلفة أي إعلان على التلفزيون، وكمان أسرع في الوصول لأكبر قاعدة من الناس. المطعاني قدر يواكب السوق ويوصل للعميل بتاعه بأسهل طريقة في عصر السوشيال ميديا بطريقة تسويق غير تقليدية. إن محمد المطعاني مش مجرد يوتيوبر عادي، ده طالع من قلب الصعيد من قرية اسمها المطعنة في الأقصر، واللي خد منها لقبه وبنى عليها براند كامل. من وهو صغير كان بيتفرج على جاكي شان وبروسلي ويقلدهم، واللي حواليه كانوا شايفينه هنيدي الصعيد بسبب خفة دمه وطريقته في الكوميديا. بدأ رحلته بكاميرا موبايل قديم في الشارع والبيت والحقول، بيعمل مشهد بيضحك الناس وبيكسر الصورة النمطية عن الصعيد بخفة دم كان ليها قبول وسط أهل الصعيد. وفي 4 شهور بس بقى عنده متابعين كتير، وعمل مسلسلات كوميدية على يوتيوب، وشارك في موسم رمضان بفكرة دبرني يا وزير، ولقى صدى واسع خصوصا عند الشباب. واللي ما يعرفوش ناس كتير إن المطعاني مش بس بطل مسلسل بيظهر قدام الكاميرا، ده هو المؤلف والمخرج والمنتج والمصور أحيانا. يعني باختصار عمل لنفسه شركة كاملة ومعاه فريق من بلده بيساعدوه في التصوير والتمثيل، وده خلق حالة نجاح محلية بحتة خرجت للعالم كله. لكن رغم النجاحات، المطعن اتحط في مواقف صعبة، وأشهرها وقعة الفيديو اللي ظهر فيه مشهد خطف أطفال. الفيديو كان تمثيل بس الناس اتخضت، والشرطة قبضت عليه هو وفريقه ووالد الطفل اللي مثل. وبعد أيام من التحقيقات خرج بكفالة، والجمهور وقتها انقسم بين مؤيد شايفه ضحية وبين منتقد شايف إن ده استغلال للمشاعر علشان المشاهدات. رغم كل ده، المطعن رجع أقوى وحول أي أزمة لفرصة.
وقدر يتحول من مجرد يوتيوبر بيتسلي الناس لواحد من أبرز المؤثرين في الصعيد، واللي بدأ يبني بيزنس على الأرض مش بس على الشاشة. والتسويق العقاري مش أول بيزنس للمطعني. المطعني من سنتين فتح شركة سياحة اسمها المطعني ترافل في إسنا، وكان بيسوق برحلات عمرة هدية لأهل بلده. ولما ربنا كرمه دخل في التسويق العقاري وشارك بهاء العمدة اليوتيوبر الصعيدي. وقصة العمدة تشبه قصة المطعني في البيزنس، لأنه بدأ رحلته من اليوتيوب والتيك توك لعالم العقارات، واتشهر بواقعة كوميدية جدا معروفة برحلة الحمار. وده لما قرر يطلع رحلة من الجيزة لأسوان بالحمار علشان يوثق على حماره عادات وتقاليد قبائل الصعيد لمدة شهر كامل. لكن الشرطة قبضت عليه هو والحمار في سملوط لأنه كان بيتحرك بدون أي إثبات شخصية. ورغم سذاجة التصرف اللي ممكن تخلي أي حد يقول على العمدة إنه شخص جاهل أو تافه، لكنه من قدر يستغل الحدث ده في الترويج لنفسه، وبقى يطلع لايف كل يوم، وتحول من مجرد شاب تلاتيني بسيط من محافظة سوهاج لإنفلونسر ويوتيوبر معروف في الصعيد. وكمان بقى يعمل فيديوهات عن أصل وأسماء مدن الصعيد. وبعد فترة قصيرة اتعرف على المطعني وطلعوا سوا في فيديوهات كوميدية، واللي كان وراها اتفاقات وأفكار تانية للاستفادة من أرباح اليوتيوب والشراكة في بيزنس كبير وهو شركتهم دلوقتي. ورغم إن المطعني والعمدة شغالين تمام ومفيش عليهم أي مشاكل قانونية، لكن شغلهم هو نفسه شغل مداهم وسوزي وشاكر. وأغلب البلوجرز اللي تم القبض عليهم الفترة اللي فاتت كان تهمتهم غسيل أموال في العقارات. والتحقيقات قالت إن شاكر غسل 100 مليون جنيه في العقارات، وكان بيروج لوحدات سكنية للمطورين عقاريين كبار. ومش هو بس، سوزي ومداهم وغيرهم من التيك توكرز واجهوا نفس الاتهامات، وأغلبهم اشتغل في العقارات. لكن المطعني والعمدة اشتغلوا لحسابهم واسمهم، وعملوا دعاية كبيرة على حس توبة سما المصري. أسرار كل يوم، لكل يوم لون، ولكل لون حكاية.